في الفيديو ده كنت حابب ارد على السؤال اللي انا سالته في جروب الكوميونتي. طبعا لو انت مش مشترك معانا في الجروب اشترك علشان خاطر بنضيف فيه يعتبر كل حاجه جديده وكل حاجه بنشرحها. انا هنا النهارده كنت ضفت السؤال ده وقلت هل الكود ده هيشتغل ولا لا في ال HTML. طبعا كان معظم الردود او يعتبر كل الردود ان الكود ده مش هيشتغل لان هنا مفيش الدبل كوتس حوالين الفاليو بتاع الاتريبيوت اللي هي اسمها السورس. ده يعتبر كان المتوقع لان دايما لما بنيجي نكتب الاتريبيوتس الفاليو دايما بنحطها ما بين دبل كوتس او سنجل كوتس، لكن المفاجاه ان الكود ده هيشتغل 100% والكود ده مكتوب بطريقه صح. هنشوف دلوقتي مع بعضينا ليه الكود ده اشتغل. هنخش على الفي اس كود وطبعا هتلاقوا نفس المثال اللي انا كاتبه لكم في السؤال هتلاقيني كاتبه هنا. لو انا دخلت مسحت الدبل كوتس، طبعا لو انا مسحتها هلاقيه كاتبه لي تاني. ليه؟ علشان خاطر انا عندي هنا البريتير، وبالتالي البريتير لما انا بمسح الدبل كوتس هو بيحط لي لان دي تعتبر حاجه بيست براكتس. طبعا الحاجه اللي في المثال دي يعتبر باد براكتس، لكن اللي انا بقوله لكم ان هي هتشتغل. لو انا جيت عند البريتير هنا وعملت له ديسيبل وعملت ريستارت اكستنشنز عشان تسمع في الكود، وبعد كده رجعت للكود اللي عندي ومسحت الدبل كوتس زي ما انا عملت في المثال وسيفت. لو انا بعد كده عملت اوبن ويز لايف سيرفر هلاقي ان الصوره اشتغلت تمام، طبعا من غير الستايل عشان ما عملتش الستايل، لكن الصوره اشتغلت تمام وسمعت تمام. طيب ازاي الكود ده شغال وهو من غير دبل كوتس؟ في الحقيقه لما بنيجي نعمل فاليو للاتريبيوت مش اجباري ان احنا نحط دبل كوتس في حاله ان الفاليو ما فيهوش مسافات او ما فيهوش سبيسز. لو انتوا خدتوا بالكم انا هنا الصوره ما فيهاش سبيسز فبالتالي هتشتغل تمام. لكن لو انتوا خدتوا بالكم انا هنا في الالت عملت الدبل كوتس ما بين الاربع كلمات دول. ليه؟ لان ما بين كل كلمه والتانيه في سبيس، فبالتالي لو انا كنت شلت الدبل كوتس وسيفت بالطريقه دي كنت هلاقي ان الكود ده اتقرا غلط. ليه؟ لان ال HTML لما بعمل كده وبيبقى فيه مسافات بياخد اول كلمه بس كقيمه، والكلمات التانيه دي بيعتبرهم كانهم اتريبيوتس جداد، وبالتالي الكود مش هيشتغل صح او مش هيشتغل زي ما انا عايز. هوريكم دلوقتي مثال. لو انا دخلت على البراوزر وعملت انسبكت وجيت عند الصوره هلاقي زي ما انتم شايفين الالت خد اول كلمه ويلكم والباقي اعتبرهم كانهم اتريبيوتس تانيين، وده طبعا مش الصح او مش هو ده اللي انا عايز اعمله. فبالتالي خليكم فاكرين دي، وعموما يعتبر الدبل كوتس بيست براكتس، يعني دايما اعملوها. انا بس حبيت اوري لكم التريك عشان بس لو اتسالت السؤال ده في الانترفيو خليكم عارفين ان الفاليو بتاع الاتريبيوت ممكن يتكتب من غير كوتس في حاله بس انه ما فيهوش اي مسافه. واتمنى اكون قدرت افيدكم. شكرا.